السلام عليكم. طريقة عمل الدولمة العراقية بطعم كلش طيب ولذيذ ويكون طعمها حامض حلو. الخطوة الأولى أغسل الرز ونقعه لمدة نصف ساعة قبل اللف. أما السلق أغسله ونظفه ونقعه بالمي الدافئ حتى يذبل عندنا الورق وما يتكسر أثناء اللف. المكونات اللي راح استخدمها بعمل الدولمة العراقية: أخذ كوب ونصف رز منقعته قبل نصف ساعة، كوب كشمش، كوب كرفس مفروم، كوب طماطم مفرومة، حبة بصل مفرومة. راح أضيف نصف كوب زيت، نصف كوب عصير ليمون. أما البهارات اللي راح أستخدمها واللي أضيفها للخلطة: ملعقة دارسين، ملعقة 7 بهارات، ملعقة فلفل أسود، ملعقة ملح، طبعا هاي تبقى حسب رغبتكم بالزيادة بالنقصان، ملعقة كمون، ملعقة كاري، ملعقة نوم وبصرة مبروش. أضيف ملعقة حامض ليمون أي لامندوزي حتى تكون أكثر حموضة. أضيف 4 ملاعق من المعجون. أضيف نصف كوب دبس رمان، طبعا دبس الرمان هو الأساسي بالخلطة اللي راح يعطيها طعم كلش طيب وتكون طعم حامض. أضيف نصف كيلو لحم مفروم، طبعا تبقى الكمية حسب رغبتكم أنتم. هنا أنا أخلط المكونات كلها مع بعضها خلط جيد حتى تتجانس عندي البهارات مع الرز واللحم. أحضر الخلطة، يعني هنا هسه أحضر الخلطة كملتها. هسه أبدي أضع الأعضاد مالت السلق بالقدر، أبدي ألف الورق بهذا الشكل. طبعا أنا بعد ما منقعته مي دافي ذبل عندي حتى ما يتكسر عندي أثناء اللف. أكمل نص القدر ثم أضع كمية من الأضلاع مالت اللحم، أنا سلقتها نص سلق راح أخليها وأكمل باقي لف الورق. أكمل باقي لف الورق هذا الشكل. ثم أعمل الخلطة هي ملعقة ملح، ملعقة لامندوزي، 3 ملاعق من المعجون، قليل من دبس الرمان، وضعها فوق الدولمة وتركها على نار هادئة لمدة ساعة. علينا وعليكم ألف عافية.